أول مرة أقرأ عمل للكاتب، أعتقد إنه كاتب كبير جدا، هوشنك أوسي. وطول صفحات الرواية كنت أتساءل: هل نحن أمام عمل سردي أم عمل فكري معرفي؟ هذا سؤال أساسي، لأن الواضح إن الرواية صحيح عمل سردي وفيها حكاية، لكن المحرك الأساسي لهذه الحكاية هو المعرفة والمناحي الفكرية العديدة الموجودة. فهوشنك أوسي في هذه الرواية يشير إلى مجموعة من المناحي الفكرية المترابطة والمتداخلة في الآن ذاته، التي يمكن أن يحل بعضها محل بعضها، أو على الأقل يمكن أن يتشابه معه في مساحات من الدلالة، وإن اختلف معه في مساحات أخرى. قارئ الرواية بالرغم من وجود دلائل تشير إلى كونها في الأساس، يعني الرواية في الأساس يمكن أعدها هجاء للأيديولوجيا بشكل عام، الأيديولوجيا الرنانة بألفاظها وخداعها وتشكيلاتها الثابتة وانحيازاتها وتعاليها وشوفونيتها. سوف يدرك أيضا أنها رواية لا تتقيد بفكرة وحيدة، فهي وإن كانت وفية لهذا المنحى الأول اللي هو هجاء الأيديولوجيا، تتشابك في الوقت ذاته مع مناح أخرى. فهي رواية عن بناء الوعي الفردي، وبالضرورة عن بناء الوعي الجماعي، وهو بناء يرتبط بمراحل زمنية، حين يتغير وعي الفرد بالألفاظ والمصطلحات والانتماءات من تسليم واندحار إلى مساحة الشك، ثم إلى حال الرفض في المستوى الأخير. ومع كل هذه الحالات لتأسيس وعي جديد متغير في مقاربة الإنسان للحياة من حال إلى أخرى مباينة، ومن حال مأخوذة بالعاطفة مؤمنة بمذهبها الضيق، لتنتهي إلى حال تحاول فيه أن تتنصل من أي انتماء سوى الانتماء للإنسان وللمبادئ الكبرى. فالانتماء في ظل هذا التصور يصبح سياجا يقلل ويحد ويقلص من مساحة الحرية الفردية، ويقلص من مساحة الاختيار، ويجعلها خيارا وحيدا. هذه الرواية هي في الأساس رواية هجاء لكل أشكال الأيديولوجيا وللشعارات البراقة التي تمحو إنسانية الإنسان، ولكنها في الوقت ذاته أعتقد أنها رواية عن الوطن والهوية، وعن التاريخ ودوره، وعن الذاكرة المنفتحة التي يعاد تشكيلها في كل عودة إلى الماضي لتتلبس بذوات أخرى غير الذات. قارئ الرواية يشعر على مدار صفحات الرواية بمجموعة من الأسئلة شديدة الخصوصية، منها سؤال الهوية وسؤال الوطن. لكن النص الروائي لا يسلم بالدلالات الجاهزة لتلك الكلمات، فنراه يعيد تفكيكها. فدلالة الوطن على سبيل المثال تتحول من مكان مجرد محدد إلى فضاء متخيل إنساني، ويصبح بدلا من كونها مكانا محددا أي الوطن إلى فضاء متغير يعاد تشكيله في كل مرحلة زمنية. وإذا كانت الرواية مشدودة إلى الوطن والهوية والأيديولوجيا، فإنها في الوقت ذاته ظلت وفية لفن الرواية، فقد تجلت اللغة السردية مشدودة بوصفها وترا لا يكف عن بناء الرموز المصنوعة، والمشدودة إلى توجيه سردي جزئي مستمر بين الرمز وما يحيل إليه من دلالات تتولد في الذهن لحظة القراءة حتى ولم تكتمل اكتمالا نهائيا. فالراوي العليم في الرواية يعطي مساحة للشخصية لكي تسرد حياتها، ولكن وجوده في النص من البداية إلى النهاية يجعله أشبه بالمؤطر والموجه
الذي يمارس دوره على التوجيه والاختيار لحوادث معينة، خالقا الإطار الفكري للرواية. ذلك الإطار الذي يتحرك للقبض على ثالوث يتشكل من الذاكرة والتاريخ والهوية. هذه هي الجزئيات الثلاث التي يعنى بها النص الروائي. هذا الثالوث يشكل مرتكزا أساسيا في وجوده الرازح وفي تفلته في الآن ذاته، وتكشف الرواية عن صعوبة تحديد هذا الثالوث بشكل منفصل، فكل ذكر لجزئية واحدة من هذا الثالوث يستدعي الآخر بالضرورة. هجاء الأيديولوجيات، وهو المنزع الأول في هذا النص الروائي. لا يركز النص الروائي في جائه لفكرة الأيديولوجيا على بناء واحد أو على أيديولوجيا وحيدة، حتى وإن كان السارد ينتمي في الأساس إلى واحدة منها. وبالرغم من أن هناك تركيزا عليها لأنها تشكل مجال معرفته ونقطة انطلاقه من الخاص إلى العام، ولكنه أو النص الروائي يركز على ذم مطلق فكرة الأيديولوجيات أو المذاهب، سواء كانت تستند إلى مقدس سماوي أو إلى صناعة بشرية مثل الماركسية. يؤيد ذلك أن النماذج المدرجة في النص الروائي الجد للأم والأب شلاو والسارد هوزان يتشكل وجودهم المنفي داخل إطار هذه الأيديولوجيات، وإن اختلفت درجة الارتباط بها أو الانفكاك من أصولها في النهاية حسب النمو المعرفي وتراكمه من فترة إلى أخرى. فالنماذج الثلاثة الموجودة في الرواية على اختلاف الأيديولوجيا واختلاف المساحة العمرية ودرجة الوعي بها تشير باستثناء النموذج الأخير هوزان لأن لديه توجيها سابقا وتجربة سابقة تتمثل في حال الأب شلاو إلى مراحل ثلاث في التعامل مع البناء الأيديولوجي. ذلك البناء الذي يتشكل في إطار جزئيتين: صناعة العدو وصناعة الخائن. فخطاب القادة في كل التشكيلات الأيديولوجية يتغير من مرحلة إلى أخرى، وأن مفهومي العدو والخائن متغيران حسب المصلحة. فنجد الدعوة إلى الرحلة إلى كردستان إيران ومنها إلى الاتحاد السوفيتي. تأتي الدعوة من خلال تشكيل جديد للمفهومين السابقين للعودة إلى كردستان العراق، وعودة شلاو إلى حاج عمران بعد انقلاب عبد الكريم قاسم على الملكي. فالنموذجان الجد للأم والأب كان لديهما في المرحلة الأولى إيمان وتأثر بالدلالة العاطفية المصنوعة للألفاظ وتحولاتها مثل العدو والخائن، ولكنهما بالتدريج اكتشفا زيف هذه الدلالات. في المرحلة الأولى أو في مساحة الوعي التهويمي المثالي بعيدا عن التجربة، نحن أمام وعي يستند إلى العاطفة وإلى التسليم بما يقوله القادة، لأن مفاهيم مثل الثورة والحرية والعدو تخفي النتوءات والفجوات. وربما يلح نموذج الجد للأم يوري روبنسكي الذي كان مؤمنا بالثورة البلشفية ومنتميا إلى حزب العمل الاشتراكي البلشفي نموذجا على ذلك. فقد تحولت حياته بعد ذلك إلى سجن مستمر واختفاء، نظرا لوجود رسائل متبادلة بينه وبين الشاعر المنتحر ماكيوفسكي والمنشق تيروتسكي. ونتيجة لفاعلية وتشغيل مصطلحي العدو والخائن نجد نتيجة واضحة من خلال تعليق صور القتلة في منطق الرواية على الجدار: لينين، ماركس، وإنجلز، وستالين، في مقابل عدم وجود صورة الأب الضحية الغائب، لأنه في نظرهم ولطبيعة تحولات دلالة المصطلحات الخائن والعدو، فقد أصبح في نظرهم خائنا وعميلا
للرأسمالية والإمبريالية والرجعية العالمية. هذه التحولات من منتمن وصانع للثورة إلى مقابلها في إطار العدو والخائن تلقي الكثير من الشك حول قيمة المنحى الأيديولوجي، والنص الروائي في تصويره بوادر الشك في قيمة المنحى أو البناء الأيديولوجي يجعله يتم بشكل تدريجي، فهناك اشتغال على الوعي أو تكشفه بالتجربة مع كل نموذج أو بطل داخل حدود هذا الانتماء. فمع يوري روبونسكي يأتي السجن وتحوله من صانع ومشارك في الثورة البلشفية إلى سجين، السبب الرئيس في ميلاد الشك في القيم الأيديولوجية، لأنه في التحديد البردوماتي للأيديولوجيا تم نقله من خانة المشارك إلى خانة الخائن أو العدو، ومن ثم يأتي صوته واضحا حين يقول لصديقه سيرجي: هيا خذ هذه البلطة وافصل رأسي المحشو بالخرافات الأيديولوجية عن جسدي وقطع بها أوصالي، أريد التحرر من الطاعون والكورولا الأيديولوجية التي تسكنني، ليكشف زيف هذه التشكيلات وخواء أساليبها وتوجهها البرجماتي. المرحلة الثانية هي مرحلة الشك الناتج عن التجريب بعيدا عن المثال والمنحى العاطفي في تلقي مصطلحات الأيديولوجية بشحنها المعهود. وهذه المرحلة من البطل أو شخصية شالاو لم تأتي طفرة، وإنما جاءت مبنية على التجربة والتحولات والانفتاح على الآخر الأنثوي من خلال أولجا. فالناي أو الغناء يأتي مقابلا لفكرة القتل، فقد حولته أولجا في منطق النص الروائي إلى إنسان آخر تماما، فقد أصبح فنانا يعزف الناي والكمان ويؤمن بالقراءة والاستماع إلى الموسيقى. من ثم تقول الرواية واصفة إياه ومركزة على بداية التحول في الوقت عينه: كلما ازداد وعيا ازداد ابتعادا عن رفاقه البشمركة، وانعدم لديه الاستعداد للموت في سبيل قتال العدو الذي تم تصويره له على أنه الوحش الذي يهدد حياته وكرامته، ولم يعد مقتنعا بكل تلك الشعارات. لكن تحولات الأبطال في النص الروائي من الإيمان بالأيديولوجيا إلى الشك في هذه القيم لا تعرضها الرواية بمفردها من خلال الأبطال، ولكن تعرضها في إطار كون عام، ذلك من خلال وجود حكايات مصاحبة تثبت صواب مشروعية هذا التوجه. فالحكايات المصاحبة لم تأتي اعتباطا في النص الروائي، مثل حكاية شوان ميركا سوري، ذلك الشخص الذي انتحر بسبب توزعه بين فكرة التخوين الجاهزة إن لم يستجب للعودة إلى أرض الوطن وترك أهله في روسيا، فقد ترك زوجته وولديه مفضلا الإذعان إلى الكلام البراق والشعارات. يقول في رسالته إلى زوجته قبل انتحاره: أبعد الطفلين قدر استطاعتك عن قراءة النصوص التافهة التي تبرر سحق الإنسان الخاص في سبيل تحقيق السياسي العام بذريعة خدمة المجتمع والوطن والثورة. يتقرر تأسيس الدلالة للاصطلاحات الخاصة بالأيديولوجيا في حكاية السائق الذي عاد بهم إلى حادي عمره، وذلك لاشتراكه في الجيش العثماني في حربه ضد الروس. تقول الرواية على لسانه: قالوا لنا هؤلاء أعداء كفار، اقتلوا العدو أن لقيتموهم، إن لم تقتلوهم فسيقتلوكم وينهبوا بيوتكم ويغتصبوا نساءكم. فالتأسيس الأيديولوجي لشحن الاصطلاحات الأيديولوجية واحد في كل المذاهب وفي كل الأيديولوجيات، ولكن الرواية تشير إلى نمط يعد جاهزا في كل الأيديولوجيات. يتمثل هذا النمط في التحيز وتصدير الاتهامات الجاهزة لكل مغاير أو لكل مختلف. من هذه التحديدات الأيديولوجية في النص الروائي لا يمارس
فعل الهجاء فقط، لكنه يمارس نوعا من تعرية الأسس التي تبني عليها كل أيديولوجيا، تبنى عليها كل أيديولوجيا، سواء كانت دينية أم بشرية، ذلك من خلال جرح النصاعة الشكلية الخارجية. فما حدث على ظهر السفينة التي تعود بالأب شلاو ورفاقه المحاربين إلى أرض الوطن، وانقسام الجميع إلى فريقين، بالإضافة إلى الفريق المحايد الذي تولد لديه الشك في قيمة الانتماءات الأيديولوجية وقيمة الشعارات الزائفة. كل فريق يرى الآخر عملاء وجواسيس، سواء للسوفيت أو لاستخبارات عبد الكريم قاسم، وفي ذلك تأسيس لتفتيت نصاعة هذه الانتماءات التي تحتوي على الاتهامات الجائزة. فقد كشفت الرواية عن أن السبب يرتبط بفتاة روسية خدعت قائدي الفريقين معا. هذه الحادثة الخاصة بالسفينة عن طريق التداعي شدت شلاو إلى حكاية رواها له والده، تفصح عن سمة غالبا أو ملمح من نسيج الهوية لدى الأكراد، يتمثل ذلك الملمح في الاحتراب والخلاف حول أسباب تافهة. فهناك مجموعة من الأكراد يجلسون جلسة انسجام ومزاح، وحين مر قط مذعورا من كلب يلاحقه، فلم يكن التساؤل أو الخلاف حول نجاة القطة من عدم، ولكن هل لامس ذنب القط الحائط أثناء هروبه أم لا. وبسبب هذا الخلاف وقعت جرائم وقتال بالأسلحة، وسقط أناس قتلى، وتكرر الأمر ذاته بعد المصالحة. وضع تجربة البطلين في السرد الروائي يوري روبونسكي وشلاو الأب بهذا الترتيب، بالإضافة إلى الحكايات المصاحبة في هجاء الأيديولوجيا، يشكل بشكل مطلق وتعرية شعاراتها الزائفة بعد السقوط في أحابيلها يكشف عن توجيه متعمد للوصول إلى جيل تالي، والكشف عن المغايرة في تلقي فكرة الأيديولوجيا يتمثل في جيل الابن هوزان، وأن هذا الجيل من بنائه لتجربته مع الأيديولوجيات الجاهزة ومجمل وعيه لا ينفصل عن التاريخ السابق للآخرين، خاصة في كونه يعمل على تجارب السابقين من خلال معارضه الفنية. فهناك معرض عن تجربة الجد للأم روبونسكي، وعن تجربة الأب في معرض تالي كان يعد له. كل هذا يكشف عن عمق التاريخ وقيمة الذاكرة في تشكيل الخيارات الآنية. في ظل ذلك يمكن فهم التحوط الكبير والقوي من هوزان من الانسياق داخل الانتماءات السياسية أو الأيديولوجية، ويمكن أيضا إدراك قيمة الاعتماد على السير السابقة في تشكيل رؤية واضحة لطبيعة الانتماءات أو المجتمعات المنتشية بقناعات الكذب. تقول الرواية على لسانه في حواره مع الطبيب: المجتمعات الدينية الأيديولوجية هي محض قطعان مقننة، ومع تطور أشكال وأنماط وأحوال القطيع تطورت أنماط وأشكال المرياح. فالمرياح هو الكبش الفخم الضخم المخصي، وهو يذبح حمارا أو كلبا. فتكون المجتمعات مثل القطيع تحتاج إلى المرياح والكلب والحمار والعصا، وهي أدوات الراعي التي تجعله يقود القطيع. ويجري ذلك على المجتمعات الاستبدادية. فالأيديولوجيا تحرك وفق سنن محدد. يتجلى ذلك أيضا في حديثه عن الشهرة بعد العمى، بوصفها تبقي صاحبها سجين انطباعات وتسكين المحيطين المعجبين به. ربما كان هذا التوجه واضحا في آلية اشتغال الطبيب النفسي في انطلاقه من السياق العام أو المدى السياسي، فهذا يمكن أن يعتد به بوصفه نوعا من التوجيه السردي للإشارة إلى الفكرة الأساسية، وهي أثر الكيانات الكبرى في جرح حرية الفرد، وأثرها الكبير في تحويل الجميع إلى عميان لديهم معرفة مختزنة. فمدخل الحوار في الجلسة الأولى كان عن ثورة الجزائر،
والمدخل في الجلسة الثانية كان عن سقوط جدار برلين الذي أقامه الرفاق الشيوعيون وأطلقوا عليه جدار الردع للحماية من الفاشيين. ولتأكيد المنحى الدلالي أو المعرفي الذي تتحرك في إطاره الرواية، تشير الرواية إلى النتيجة كانت ترتبط بهروب من أقاموا الجدار من النسق الآخر. تقول الرواية: والغريب أن الذين عبروا الجدار هربوا من الشرق إلى الغرب وليس العكس. الجزئية الثانية هي تفكيك الوطن أو تفكيك فكرة الوطن. يشتغل نص هذه الرواية مثل ما اشتغل على جرح نصاعة الأيديولوجيا على تفكيك فكرة الوطن، خاصة في ظل التعدد الهوياتي المصحوب بالتعدد اللغوي. في هذه الرواية تخضع فكرة الوطن للتمحيص، فالوطن لم يعد كما كان في لحظة البداية قبل اكتساب وعي خاص بالشتات، حين يصبح مكانا متخيلا، حيث يصبح مكانا متخيلا لا مكان ثابت لا، فهو يرتبط بالوعي والقدرة على الاندماج. فالرواية حين تشتغل على جرح مفهوم الوطن أو أرض الميلاد وكسر ارتباطه بمكان محدد، تفتح المجال لوطن مكتسب يتم تشكيله، ليس فيه تعصب لمكان محدد، لتتولد من خلال هذا المفهوم هوية سائلة بعيدا عن الشفونية، مرتبطة بالقابلية على التأقلم والاندماج. فالرواية من خلال اشتغالها على تعدد المكان والانتقالات والتعدد اللغوي تؤسس مفهوما للوطن قائما على الانفتاح الإنساني في مداه الرحب، حيث تقل مساحة الانحيازات التي تولد العنصرية. الوطن في ظل ذلك التصور يعاد تشكيله وخلقه مع كل جيل استجابة للحظة الجيل الحضاري التي يمر به. تقول الرواية: تكونت لديه قناعة أن القيمة المثلى للوطن أن ينتمي المرء لكل مكان وألا يتعصب لأي مكان. قابلية التأقلم والاندماج لدى الإنسان هي الكفيلة بتوسيع رقعة الوطن على تقليص مساحة الغربة. والرواية في تأكيد فكرتها لا تعتمد على منظور شخصية واحد أو قناعات شخصية واحدة، وإنما تمارس هذا التأكيد من خلال جعله منطوقا لشخصيات عديدة، ذلك للإفصاح عن قيمة وجدوى المساءلة الآنية في إعادة المقاربة والتمحيص بعد عودة شلو إلى أمه وتسلمه كنز الفتاة العمياء. تقول له: كن مثل الشجرة المثمرة التي تصلح للزرع في أي أرض وتحت أي سماء. فالرواية تأخذ حتى في الحكايات الجزئية المصاحبة، تأخذنا إلى أزمة الذات الفردية والجمعية، سواء في أرض الوطن أو في أرض الاغتراب. فسائق التاكسي حين يسأل شلو عن شعوره أثناء مروره بالبلدة التي جاء منها أجداده كإنسان: هل تشعر بشيء ونحن نمر بها؟ يجيبه قائلا: لا، لا أشعر بشيء، ليس فيها شيء، مكان مجهول تماما لا يربطني به شيء سوى أن عظام أجدادي من مدفونة تحت ترابها. عظام الأجداد لا علاقة لها بالذاكرة. الشعور بالانتماء للمكان بحاجة إلى ذاكرة مرتبطة بالمكان، لا علاقة له برميم الأجداد المدفون تحت تراب. تفكيك دلالة أو مفهوم الوطن وثيق الصلة في الرواية ببناء الوعي الفردي. فبناء الرواية على هذا النحو من الترتيب وثيق الصلة بتحول النظرة من جيل إلى جيل إلى فكرة الوطن. فحياة الأب وخياراته ترتبط بفكرة خاصة للوطن تتيح له الاستمرار في البداية وفق التصور القديم للوطن، وتتيح له أيضا بعد التجربة ميلاد بوادر الشك في هذا التصور. ولهذا جاء رد فعله في النهاية موزعا بين الارتباط بالشعارات والتحوط من نتائج هذه الشعارات، فنقل أهله في مكان آخر في دمشق.
أما مع الابن هوزان فإننا أمام تصور مغاير لفكرة الوطن، خاصة في ظل وجود تجربة سابقة ممثلة في الأب والجد للأم. تقول الرواية عنه في اهتمامه برسائل الجد ونصوصه الشعرية وارتباطه بمعرضه الفني رغم عدم اهتمامه بالسياسة وابتعاده عنها نهائيا، ارتباطا بوصية والده، إلا أنه أراد كشف الوجوه القبيحة والمظلمة لتلك الثورة، يقصد الثورة البلشفية التي انطوت على شعارات رومانسية وأهداف حالمة. مع الابن هوزان القارئ أمام مساحة مغايرة للتوزع الذي عاشه الأب في مقاربة فكرة الوطن، فمع الابن هناك مساحة من البياض أو الحياد في النظر إلى فكرة الوطن أو إلى الثورات. ففي حديثه مع الطبيب النفسي نشعر بهذا التجذر داخل هذه المساحة المرتبطة بالإنسان العام وبالوطن المتخيل. تقول الرواية على لسانه: لا أحب الثورات ولا أكرهها ولا أقف معها ولا أسمح لنفسي بأن أكون ضدها. أنا ضد قمع الحريات ومصادرة الحقوق الفردية والجماعية، ضد الاستبداد، ومع حقوق الإنسان والحيوان والنبات. وإذا كان الوطن في منطق الرواية يرتبط بالذاكرة، فإن الرواية تشتغل في تأسيسها للوعي الفردي والجمعي اشتغالا خاصا على الذاكرة، ليس بوصفها تشكيلا ثابتا وجاهزا، ولكن بوصفها أداة أو وسيلة تعيد تشكيل الماضي مع كل عودة. فالذاكرة ليست ساكنة وإنما دينامية دائمة، لأنها من خلال هذه الدينامية تركز على العنصر الفاعل وتشكل منه بداية جديدة للانطلاق في معاينة الماضي ومعاينة التاريخ. فالذاكرة في تجليها هي فعل بناء مع كل تجلي، وفي كل عودة تبنى من جديد، وفي كل بناء لا تخلو من التأثر بالأنماط السابقة والجاهزة من خلال أنساق متجذرة بتكرار الفعل، فتجد الذات نفسها مشدودة إليها حتى وإن كانت بعيدة عن مداراتها. وإذا كانت الذاكرة فعل بناء فإن ميلاد الذاكرة لم يأتي في الرواية إلا في حضور العمى من صانع الذاكرة بوصف العمى بصيرة خاصة بالتاريخ وبالماضي. وقد تم تأسيس حضور البصيرة مع العمى قبل دخول إلى مؤسس الذاكرة في قراءة التاريخ العربي من العميان من خلال شخصيات وإشارات وثيقة الصلة بالشخصية الرئيسية هوزان. فالفتاة الصغيرة العمياء كازيو التي تحممها والدته وهو يتجسس عليها تقول له: أيها الأعمى الواقف وراء الباب ابتعد، إني أراك فابتعد. والأم بعد أن فقدت بصرها تقول له: أشكر الله وأحمده لأنه أبقاني حيا كي أراك مجددا حتى لو كنت عمياء، أنا الآن أراك بعين قلبي وروحي. بالإضافة إلى أن فكرة العمى التي تعرض لها البطل جعلته يكتشف أشياء لم يستطع اكتشافها وهو مبصر، خاصة في معرفة الداخل. فهو يقول للطبيب النفسي: أتيت كي تساعدني على معرفة المزيد من دواخل. النص الروائي في إلحاحه على صناعة ذاكرة جديدة تخدش الخطاب التاريخي المتفق عليه، تشير إلى حالات سابقة للعميان الذين صنعوا ذاكرة مغايرة. ففعل العمى هنا ليس مرتبطا بالواقع بقدر ارتباطه بالبصيرة، من ثم يعقد النص مشابهة مع عمى البطل بوصفه طبقة جديدة والعمل مؤسس مع شخصيات أسسوا ذاكرة مغايرة للخطاب المتفق عليه. فخطاب البطل في لحظة العمى يقدم طبقة جديدة من خلال إسدال نوع من المشابهة بينه وبين طه حسين في تفكيك التاريخ الإسلامي في كتابه الفتنة الكبرى. فهو فوق إنجاز طه حسين الإضافة التي يريد أن يضيفها لا يجعلها مرتبطة بعثمان، إنما يجعلها مرتبطة بحادث السقيفة
وهذه هي الإضافة. وفي نقد طه حسين للشعر الجاهلي يريد البطل أن يؤسس ذاكرة مغايرة لذاكرة منجز طه حسين، وذلك بنقل الخطاب من الشعر الدنيوي إلى المقدس المعهود. وهو يلمح أن طه حسين حين نقد الشعر وإن أصر على رفعه للمقدس كان يشير من طرف بعيد إليه. القارئ هنا أمام طبقات لذاكرة الماضي، بداية من أبي العلاء ومرورا بطه حسين وانتهاء بالبطل. وهنا يتجلى العمى بوصفه بصيرة إضافية تخلق ذاكرة مختلفة عن المؤسس، قد تنطلق من منجزه ولكنها لا تبقي عليه. هو قدم إضافة في الفتنة الكبرى وقدم إضافة في الشعر الجاهلي. فطه حسين لم يجعل الفتنة الكبرى مرتبطة بحادثة السقيط ولم يتوجه للمقدس، ولكنه زلزل الأرضية التي تعتمد عليها قداسة المقدس. لكن النسخة الخاصة بالبطل تكشف عن ذلك. في ظل هذا يمكن مقارنة ما قام به العميان على مر التاريخ العربي من المعري وطه حسين بوصف إنجازهما أيقونة للبصيرة والكشف بما قام به الأعمى في حفل عيد الميلاد مع رجل الأمن. فهذا كشف يخالف الخطاب المعلن المتفق حوله، لأنه كشف صادم حين يقارن بما يؤسسه رجل الأمن في خطابه: منك شايف البلد كيف مستهدفة بالمؤامرات والدسائس. هذا التشابه يؤدي إلى ارتباط العمى بالوعي الذاتي أو الفردي وبالوعي على مستوى السياقات الحضارية، وفي القلب منها الوعي السياسي بألاعيب السلطة وتشكيلها لعدو ثابت وخونة دائمين لكي يستمر وجودها. ويمكن في ظل هذا الفهم للذاكرة التي تعيد مقاربة الماضي أن نفهم التباين الواضح بين ما قاله في جلساته أيهوزان مع الطبيب النفسي وبين ما هو مؤسس ومتفق عليه واقعا داخل الأسرة. فالاختلاف هنا في عمل والدتي أو مكان والدي أو عملي لا يرتبط بخيانة الذاكرة، ولكنه يرتبط ببصيرة غائبة لم تتجلى إلا لحظة العمى. فالذاكرة ليست جاهزة ولكنها تشكل في كل مرة بشكل مختلف حسب حاجة الإنسان ولحظته الحضارية. والإنسان لا يتذكر ما حدث واقعا، لكنه يمكن أن يضيف إليه دون أن يدري شيئا من التأويل أو شيئا من آماله التي تشكل سلطة نموذج متحقق لم متخيل لم يتحقق. الفكرة الأساسية التي تلح عليها الرواية بالرغم من هجاء الإيديولوجيا تحتمها النهايات الخاصة بالشخصيات الثلاث، فكلهم ماتوا سواء الجد أو الأب أو الابن، كلهم ماتوا تحت تأثير اتفاقيات وتكوينات ومذاهب أيديولوجية. شكرا جزيلا لهوشني كوسي على هذه الرواية. شكرا جزيلا، قراءة ماتعة دكتور، ما شاء الله عليك. طيب دقيقتين كمان يا دكتور بعد إذنك. تفضل. يبدو لي أن الفلسفة الرئيسة في هذه السردية هي التحلل من المركزية. نعم. كالتحلل من مركزية الوطن، مركزية الأيديولوجيا، مركزية اليقين والإحالة، ومركزية الوطن أيضا، وإحالة القارئ إلى مرحلة الشك في كل ما سبق واستبدالها بالفكر الفردي والحرية. فكما قالت الدكتورة جيهان، هل يكتب هوشنج للصفوة من القراء؟ أنا في ظني أن في هناك فرق بين السرد والحكايات. ما يكتبه هوشنج كوسي هو سرد، وما يجب أن نهتم به هو هذه المساحة من السرد. لكن القدرة على حكاية الحكايات، كلنا لدينا حكايات، لكن الفارق هو كيف أن تكون أو أن أكون هذه الوشيكة بين الحكاية وما تحمله الحكاية من معارف، من معرفة. هذا هو الفرق بين كاتب وكاتب.
شكرا جزيلا، شكرا يا دكتور. شكرا. شكرا جزيلا، أمتعتنا حقيقة. الله